اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ابل اطلقت اي او اس 18.2 بيتا 3 الاصدار التجريبي الثالث. ايه الجديد وايه اللي حصل وايه التغيرات وايه الاصلاحات اللي حصلت؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده. يلا بينا نخش على الموضوع على طول. يلا بينا. التحديث ده جه بمساحه 889 ميجا، يعني حجم رابط الواحد جيجا، حجم مش كبير قوي. ايه الاضافات بقى اللي اضافت في التحديث ده؟ مثلا عندنا من المزايا اللي او الاصلاحات اللي اتصلحت في التحديث ده، ان انت لما بتيجي تخش على الصوره بيفتحها لك على طول فل زي ما انت شايف. كان في الاول بيعملها لك زوم اوت كده، واما تدوس تكه تلاقيه راح عاملها لك فل. انتوا فاهمين قصدي؟ التحديث اللي قبل ده نفس الكلام في الفيديوهات. يعني لو دخلنا على اي فيديو، مثلا فيديو زي ده، لو فتحنا اي فيديو هتلاقيه فتحه لك على طول فول سكرين. كان في الاول بيبقى زوم اوت كده وتدوس تكه ونفس الكلام يكبر. حتى اما تيجي ترجع الفيديو او تعمل حاجه تلاقيه راح صغر الفيديو وترجع، ولازم تدوس تكه عشان الفيديو يعمل يبقى فول سكرين زي ما انت شايف. دلوقتي لا، ابل صلحت الغلطه دي، او دي اعاده تصليح يعني للتصميم، وبقيت عادي تقدر تعمل ترجع الفيديو او تستقبله ويبقى فول سكرين عادي جدا. برضو من الاخطاء اللي حصلت في التحديث ده ان انت عندك ميزه اللايف تكست. يعني زي ما احنا شايفين كده الصوره دي، لو عايز اعمل لايف تكست هتلاقي اللايف تكست ظهرت هنا زي ما انتم شايفين جنب الديليت. يعني انا لو عايز ادوس مش هعرف احدد اللايف تكست، لازم على الطرف قوي، وهي تقريبا مش هعرف احددها اصلا. ده خطأ يعني. تقريبا قبل في التحديث التجريبي ده هتصلحه في التحديثات اللي قدام. برضو من المزايا اللي اتقدمت في التحديث ده اللي انت اما بتيجي تعمل شير بتلاقي الايقونات زي ما انت شايف كده بقت بالدارك مود، عكس الاول. كانت في الاول باللايت مود، حتى لو انت مفعل الدارك مود كانت على طول الايقونات دي باللايت مود. يعني مثلا لو عملناها لايت مود دلوقتي، دوسنا ايديت كوستمايز وعملناها لايت، هتلاقيها لايت زي الاول. في الاول بقى كان بيبقى لايت حتى لو انت عامل دارك. فتقريبا ابل بتوحد كل السيمزات تبقى موحده على التليفون كله عشان يبقى بشكل منظم اكتر. برضو في السيتنج، لو دخلنا على السيتنج هتقدر دلوقتي تعمل سيرش عن اي حاجه في التليفون زي ما انت شايف. لو مثلا كتبنا ابل انتليجنت الذكاء الاصطناعي هتلاقي كل مميزات الذكاء الاصطناعي اللي في التليفون زي ما انت شايف. وبرضو لو عايز تخش على البيتري مثلا هيجيب لك كل حاجه عن البيتري زي ما انت شايف. سواء بقى لو عايز تخش على الهيلز على طول يدخلك على الهيلز على طول، صحه البطاريه بتاعتك. يعني السيرش بقى متقدم قوي عن الاول، ويعني بيجيب لك كل تفصيله في الجهاز او جوه السيتنج. يعني دي مميزات برضو اللي اضافت او حسنت من تجربه الاستخدام في الايفون. برضو من التعديلات اللي حصلت في التحديث ده اللي انت لو دخلت على النوتس وعملت على اي نص مثلا رايتنج تول ونزلنا تحت دوسنا هنا هنلاقي شات جي بي تي بقى باللون الابيض والاسود، عكس الاول كان بلون الابل انتليجنت. بس هي دي الاضافات او تقريبا دي الاصلاحات اللي حصلت في التحديث ده. نيجي بقى للسؤال بتاع اداء الجهاز. اداء الجهاز لغايه دلوقتي يعني الصراحه معايا سلس جدا، سلس ما فيهوش اي مشاكل. برضو نسبه البطاريه، لو دخلنا على نسبه البطاريه هنلاقي نسبه البطاريه لسه 92%، ما نزلش اي حاجه. يعني الابديت مستقر لغايه دلوقتي. وبس هو ده كل اللي في الموضوع. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتقول لي رايك في الكومنتات. ولو واجهتك اي مشكله اكتب لي في التعليقات، واشوفكم الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.